يا عبد العزيز البكر، ومن حديثكم اللي كان على قوة دفاع نادي الاتحاد، معانا قائد نادي الاتحاد وقائد دفاع الاتحاد. من حاس عندك الفرحة اللي على مستوى الحدث يعني؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا مكسب مهم جدا. يعني مباراة مع فريق بينافس اكيد بتتحسب لينا ب6 نقاط. بالعكس الواحد فرحان جدا جدا. طبعا يعني كان نفسنا ان احنا كان هدفنا النهارده الاول ان احنا يكون عندنا رد فعل من الخساره بتاعت مباراه الكاس، ولكن احنا كان هدفنا من اول الموسم هو الدوري، واي حاجه تيجي مع الدوري هننافس عليها، لكن الهدف الرئيسي كان الدوري طبعا. واحنا يعني الحمد لله جمهورنا عارف كويس جدا ان احنا بننافس على كل حاجه احنا بنخش فيها، عشان في الاخر هم ما بيرضوش غير بالمركز الاول، وان شاء الله تكون الفتره الجايه بالنسبه لنا مكسب دايما يعني. الفوز كان بالسيناريو، ما اتوقع في اصعب من هذا السيناريو تفوز فيه. وباخذ مقوله لطارق حامد في لقاء من اللقاءات، قال انه احنا في مباريات نكون بلهجه يعني بلهجتكم اخوان المصريين راكبين فيها الماتش لكن ما نحسمها بدري. ليش السيناريو هذا الصعب اللي تطرقت لانه شفنا 17 دقيقه في بدايه المباراه خياليه من الاتحاد؟ بص، طبعا هو انت بتلعب فريق قوي، بتلعب فريق منظم، فريق بيمسك كرة كويس. اكيد انت محضر كويس المباراه، عارف امتى في اوقات كتير جدا من المباراه انت هتبقى مضغوط فيها، فلازم تكون بتدافع كويس جدا. ولكن احنا لما بنهاجم الحمد لله عندنا كواليتي عالي جدا، مهاجمين كواليتي عالي جدا يقدروا يخلصوا المباراه في اي وقت. ولكن هي دي المباريات الكبيره، وهي دي المباريات المفروض بتحسم بطولات ان شاء الله. نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا، ورغبه اللعيبه النهارده وروحهم وادائهم في ان هم يحققوا الفوز كانت اكبر من اي حاجه يعني. تراجعتوا كثير بعد الهدف الاول، خصوصا في الشوط الاول اتكلم، يعني شفنا حسان تنبكتي اخر مدافع في الشباب عدى دائره نص الملعب. انا زي ما قلت لك كل فريق احنا بنحضر له كويس وعارفين احنا بنلعبه ازاي، واعتقد ان احنا كان لينا هدف من كل حاجه بنعملها، سواء بنتراجع عشان نفضي مساحات نقدر نلعب فيها، ونقفل طبعا خطوره الفرق اللي قدامنا. ولكن في الاخر احنا بنتحكم في المباراه، سواء واحنا بندافع سواء احنا بنهاجم ان شاء الله. سؤال اخير واحنا نستمتع باللقاء دائما معك. من حديث المحللين الزملاء، انت تحدثت عن الكواليتي الموجود في الهجوم، لكن هم تحدثوا عن الكواليتي الموجود في الدفاع. 8 أو 9 اهداف طوال الموسم، وحتى الاسلوب انه 5 بعد الطرد كان مفاجئ، يعني ما كان لاعب مركز بمركز، لا غير الاسلوب وقدرتوا تنتصروا. كيف كانت لحظات صعبه بعد الطرد عليكم؟ اكيد طبعا، اكيد كانت لحظات صعبه جدا قدام فريق زي ما قلت لك بيمسك كرة كويس ومنظم وعنده كواليتي كبير هجوميا يعني. ولكن الحمد لله كل اللعيبه مركزه وكل اللعيبه عارفه. يمكن احنا في اول الموسم طبعا لعبنا ب5 وعارفين ازاي نلعب فيها كويس، ويمكن المدرب حاطط سيناريو لكل حاجه، واعتقد ان احنا متحضرين كويس للسيناريوهات دي، وقادرين ان احنا ننفذ التعليمات المطلوبه. والحمد لله طبعا دفاعيا خلينا نكون صراحه، يعني ان احنا الحمد لله فريق منظم جدا دفاعيا من اول حمد الله والمهاجمين لحد جروهي، والحمد لله لما الفريق بيكون محتاج اي حد في المنظومه بيكون موجود يعني. يعطيك العافيه. شكرا.